الامتحان قرب، كاين اللي مراجع مزيان وكاين اللي مراجع شويه وكاين اللي ما مراجعش كاع عاد ناوي يبدا. المهم انا غادي نوريك كيفاش تسلك راسك في هاد الايام واخا تكون من هاد الثلاثه اللي قلت، وتجيب احسن نقطه ممكنه، ونصائح باش ما تطيحش مثل الاغلاط اللي درت واللي يقدروا يطيحوا لك النقطه. زائد ما غاديش تبقى تبذل المجهود كما كنت من قبل، وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه في هاد الفيديو. ولا تنتمنى قبل ما نبدا ودير معاك داك لايك واشترك في القناه. في البدايه الواحد ما كيكونش عاطي قيمه للحفاظه ولا المراجعه بسبب انه كيقول راه باقي الوقت تيقرب الامتحان ونراجع. وهو قرب الامتحان شنو غادي تراجع؟ يلا اسمع معايا مزيان دابا. الا حداك شي مشوش حيدو او اي حاجه كتلهيك حيدها. العقل ديال الانسان الحاجه اللي كيموت عليها هي الراحه او منطقه الراحه. يعني انت راك كتحفظ يجيك ميساج من عند صاحبك ولا من عند صاحبتك مشيت صافي، غير حول انك الا كنت في انستا ولا في فيسبوك راك ما غاديش تخرج. انت ساليت المحادثه اللي بيناتكم، خرجت لقيت فيديو ديال الكره او ديال شي مغني الى اخره، وكتبقى غادي وكتطلع حتى كتفكر انك كنت كتراجع وكتولي عاوتاني تحفظ وهكذا غاديه. يعني بلاصه ما تحفظ في ساعه ولا زوج غادي تكون واصل 4 سوايع وما ساليتش. وهذا الشيء ما غاديش تعيق به واخا تفوت حياتك كامله وانت كتقرا، حيت ماشي انت المتحكم هو عقلك، لانه مبرمج انه يخليك مرتاح، فكيجيب لك غير داكشي اللي كيريحك وانت هذاك هو الشيء اللي باغي. فضروري انك تبعد المشتتات. التليفون بعدو، الا كنت خدام به دير الطياره. يعني ما كانش اللي يبرزطني فراه ما بقاش بزاف، خاصك تستغل كاع الفرص. دابا كملنا من الحاجه اللي ضروريه، نفوتوا للشيء الثاني. خاصك تعرف انه الامتحان ديال الدوره الاولى ديما كيكون ساهل على الدوره الثانيه، لانه الامتحان الاول غير الاساتذه اللي خادمينه، ماشي كما الثاني كتخدموا الوزاره. يعني المغرب كامل كيفوت نفس الامتحان، لذلك الواحد يعطي الجهد في الاول باش يرتاح في الثاني. ونزيدكم الدوره راه مهمه، يعني الدوره والثانيه راه كتمثل 30% والمحلي 30%، هيا 60 وبقات 40% كتكون ديال الجهوي. داكشي علاش الا جبت مزيان في المحلي والدوره كتكون ضامن النجاح. دابا كيفاش تراجع للامتحان؟ حاول ما امكن تلخص المواد بحال الاجتماعيات وشد داخل داكشي اللي مهم، والعناوين المهم تحفظهم، لان ما تقدرش تعرف شنو غادي يطيح في الامتحان. والمواد العلميين بحال الماط والفيزيك وعلوم حاول تجيب دفتر او مذكره خاويه وتبقى دير تمارين راسك وحلهم. هذه احسن طريقه باش تبقى عاقل عليهم. وكما قلت العناوين الرئيسيه لونهم بلون واحد، حاول تاخذ او تحفظ غير داكشي اللي مهم وحاس انه غادي يطيح في الامتحان. ما تبقاش تحفظ غير اللي كنت خليك في بلاصه هادئه وما فيها حتى واحد بحال بيتك. منين تكون تراجع جيب معاك شي قهوه. دابا نفوتوا للحاجه الثالثه. منين تكون تراجع خلي ما بين نص ساعه ونص ساعه 5 ولا 10 دقائق ارتاح فيها، لان الا مشيتي 3 سوايع ولا زوج ديريكت غادي تعيا وما تقدرش تكمل. خلي ديما 5 دقائق دور ولا كل، المهم ارتاح عاد ولي تحفظ. رابع شيء هو تقنيه التحفيز. مثلا دير مع راسك غير غادي تسالي المراجعه، غادي تفرج في شي فيلم ولا غادي تخرج مع صحابك او اي حاجه تفرحك. هذا الشيء غادي يخليك محفز تحفظ. يعني راه كتسناك شي حاجه مول الحفاظه، لا ديما دير شي حاجه في بالك غادي ديرها مول ما تسالي. وهاد التقنيه كتفيد بزاف هي واللي قبلها. خامسا كيفاش تحيد الخلعه. نقدر نقول لك ان الخلعه كتلعب دور نهار الامتحان. باش تفاداها خاصك تعرف هاد الحوايج. عرف ان كل شيء فايت وغيجي داك النهار وتسالي كل شيء وتقول علاش كنت مكبر الموضوع لهاد الدرجه. قبل ما تدخل تفوت الامتحان قرا شويه القران، لانه كيريح نفسيه الانسان. وما تخلع ما والو، راه غير امتحان، غير الهضره عليه بزاف هي اللي كتخليك تخلع هكذا. والواحد ما يفكرش بزاف، يدير اللي عليه وربي ما غاديش يخيبو. سادس حاجه دير خطه فوقاش تراجع. يعني ماشي كل مره تراجع في وقت، وافضل وقت الصباح والعشيه من 7 للفوق، وكل نهار ماده باش تبقى عاقل عليهم. وخاصكم تعرفوا ان الا درت انك غادي تكمل هذه الماده في نهار بحال الا درت انك غادي تساليها في سيمانه. عقلك ما كيفرقش. شوف انت على من تقد ودير خطه لكل ماده فوقاش تساليها، واي حاجه كديرها ايجابيه هي لصالحك. ما تخليش تيفوت الحال وتندم وجيت نهار الامتحان تشوف في الورقه وتقولوا كان غير راجعت شحال هذه، حيت الوقت كيفوت يجري وغادي يجي داك النهار. هذاك الشيء علاش انا هنا باش نوريك الطريق الصحيحه او البوصله باش ما تطيحش نفس الاغلاط اللي داروا الناس قبلك وندموا. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، عطيتكم خلاصه لداك الشيء اللي خاصكم تعرفوا. ما تنساوش تخلي معكم واحد لايك واشتراك في القناه. الى فيديو اخر ان شاء الله. والى عندكم شي تساؤلات خليوهم